ازاي اتقبل نفسي باي شكل انا فيه؟ هاي، انا ندى your person stylist. النهارده مش عايزه اديكي نصايح عن الجسم ولا على شكل الاجسام ولا على الموضه ولا حاجه خالص. عايزه اتكلم في موضوع تاني كده معاكم. كتير قوي بصادف انه بنات بتتكلم معايا سواء في الكورس او بتبعت لي مسجز وبتبقى عندها مشكله في حاجه في شكلها ومتضايقه وما بتلبس هدوم كتير علشان هي مش متقبله شكلها. فكرة ان احنا بقينا بنجري قوي ورا الفاشن وان احنا بنتفرج على موديلز طول الوقت او الانفلونسرز والفاشينيستا بقى بيأثر قوي على نفسية كتير مننا، وبقوا متضايقين لانه هي مش عارفة تبقى شبهها. هو على فكرة مش مطلوب مننا نبقى شبه اي حد، ولا مطلوب مننا ان احنا نبقى شبه الموديلز اللي على الكفرز بتاعة المجلات. مطلوب مني حاجة واحدة، ان انا ابقى مبسوطة بشكلي، مبسوطة بأيا كان شكلي. يعني لو انا قصيرة اوكي، ايه المشكلة؟ هلبس الحاجات اللي بتليق عليا، هلبس شوية كعب بس يبقى مريح علشان كمان اعرف امشي بيه وابقى حرة وانا بتحرك، ما يبقاش عامل لي قلق اصلا ما بعرفش البس غير لازم البس دايما بكعب وبلبس كعب طويل. لا خالص، مش مهم. حتى لو انتي قصيرة، طب ايه المشكلة؟ انا طويلة زيادة قوي فبحس ليه متضايقة ان انتي طويلة؟ لاكي يو، انتي موديل، حلو انه نبان طوال. هتلبسي كعب اقل، هتلبسي فلات، هتبقي دايما مستريحة. انا رفيعة جدا والهدوم ما بتبقاش مظبوطة عليا عشان انتي بتختاري ساعات كتير ماتيريال غلط. تفادي خالص الليكرا، البسي الوان اكتر، البسي نقشات اكبر، البسي اللي بيليق عليكي. ما تحاوليش انك تكوني شكل غير شكلك. انا مليانة فبلبس اسود، ليه؟ انا ليه فكرة اللبس ممكن يكون عبء عليا او حاجة مضايقاني فبضطر ان انا احرم نفسي من ان انا البس الوان والبس نقشات والبس اسود عشان بس انا مش مبسوطة ان انا مليانة شوية او عندي وزن زايد. مين اللي هيحاسبني؟ ليه بنبص للامور بكده؟ احنا نحب نفسنا زي ما احنا. انا مليانه شويه، هلبس اللي بيناسبني بس هلبس الوان. مش معقوله ابقى شخصيتي حلوه وابقى مرحه وبروح وباجي وبخرج وبشتغل وانا طول الوقت برضو لابسه اسود. مش حلو، لانه بعد شويه عايزه اقول لكم ان الغوامق بتعمل كمان باد مود على نفسيتنا. فمش مهم خالص ان احنا نبقى رفيعين، المهم يبقى عندنا جود مود. كمان اصل انا لوني غامق. طيب لونك غامق، ايه المشكله؟ ما تحطيش الباودر او الفاونديشن بلون افتح قوي وتقولي انا عايزه اصله ابيض نفسي. خلي بالك انه بالعكس هو بيعمل ديفو، لان لون بشرتنا بتكمل مع الجسم. فلما تيجي تتكلمي هتلاقي انه ايدك بتطلع، فانه هيبقى لون ايدك ولون جسمك ولون الرقبه مختلف عن الفاونديشن اللي انت حطاه. فايه المشكله ان انت سمرة او ان انت قمحويه شويه؟ عادي، مش لازم نفتح نفسنا بالميك اب ونبقى متضايقين من اللون. او لو انا بيضه جدا فافضل احاول انه اغمق في نفسي. انا اقبل نفسي على ايا كان اللون، احط درجات الميك اب والون شعري لو انا هغير لون شعري اقرب لون لدرجتي الحقيقيه، لانه دي دايما بتبقى احلى لون علينا. كتير قوي بيبقوا حاسين انه الالوان ما بتلاقيش عليهم قوي، فمثلا بيتجهوا للإيرث كولرز اللي هي الالوان الترابيه عشان يحسوا ان هم سيف سايد. يعني بيلبسوا باج، بيلبسوا جراي، ده غير اللي بيلبسوا اسود كله. بس في كمان اللي بنلبس الوان حياديه جدا عشان بنخاف نلبس الوان. هنا الفكرة ان انا اجرب الالوان واشوف ايه الدرجة. مفيش حاجة اسمها لون وحش عليا، في حاجة اسمها درجة بتليق على بشرتي ودرجة يفضل ان انا اغيرها، فاعرف ايه الدرجات اللي بتليق عليا ودايما اجرب. احاول اعمل دايما ميكس اند ماتش، احاول ابقى مبسوطة بالطقم اللي انا لابساه. عايزه اقول لكم حقيقي الالوان بتفرق جدا جدا في المود. انه ما تستسلموش ان انتوا تلبسوا الوان وتقولوا اصل انا مش عايزه ابقى ملفتة، اصل انا مش عايزه لما اخش مكان او اخش الشغل ابان كده ان انا ما اتشفتش. ليه؟
ليه عندنا الحته دي؟ انت مش مطلوب منك غير انك تبقي نفسك، تحبي نفسك. شعرك كيرلي عادي، انبسطي بيه ان هو كيرلي. انا شعري كيرلي النهارده عاملاه بس عشان التصوير. شعرك كيرلي انبسطي بيه، شعرك ليس انبسطي بيه، انت طويله، انت قصيره، انت مليانه شويه، كل ده مفيش مشكله. انبسطي بكل حاجه بتلبسيها وتكون لايقه على جسمك. ما تبقيش فاشن فيكتيم، يعني مش اول ما الموضه تنزل تحسي ان انت مش عارفه تلبسي شويه حاجات من الحاجات اللي نازله موضه كل الناس بتلبسها، بس هي مش لايقه عليكي، خلاص يبقى مش مهم نبقى دايما طالعين من الكتالوج، او انه نروح للعكس خالص، ان انا ابطل البس او ابطل البس الوان وابقى حاسه ان انا لازم ابقى متحفظه شويه عشان انا في حاجه في جسمي مش لايقه عليا. البسوا اللي نفسكم فيه وانبسطوا.